يا ماما في ايه يا ماما؟ انا مش عارفه والله العظيم في ايه يا ماما. عاملين ايه يا ولاد؟ قولوا لي اعمل ايه الاول. اقول لكم ايه؟ اصبح عليكم الاول ولا امسي؟ ازاي قعدت مكسله؟ كنت بعمل لكم الفيديوهات الاول من الفجريه، النهارده كنت بعملها بعد الساعه 1 الظهر. يرضوكم الكلام ده كده؟ بس انا بشجعكم ولا ما بشجعكوش؟ هنقول في البدايه ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحطوا اللايك يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا 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 ابدا، وربنا يتجبر خاطركم ويسعدكم ويفرحكم ويخليكم ليا، وما تحرمش منكم يا احلى متابعين زاهيه. احلى واجمل متابعين على اليوتيوب كله متابعين زاهيه داوود. الله يكبر خاطركم ويا تاج راسي يا منوريني ومشرفيني. حطوا لايك للفيديو والكومنتات الحلوه، وبسرعه اللي ما اشتركش يشترك عشان نكمل نص مليون، علشان نعمل حفله كبيره جدا وحفله حلوه للقناه. طبعا بدعم قنواتي اللي هم مين؟ قصدي المتابعين بتوعي، ربنا يخليكم. طبعا انا قاعده مكسله يا ولاد. اعمل ايه في البت ايه اللي معايا، المتابعه اللي معايا في القناه ديت يا ولاد؟ يا بنتي ايه، اطلعي من دماغي، اطلعي من دماغي يا ايه. هي قالت عماله تقول لي غيري يا زاهيه، غيري يا زاهيه، غيري يا زاهيه. قول اغير ايه يا ايه؟ كل على طول عارفه عدت الاقيكي تكتبي اي فكره في التعليقات يا ايه هخش اذبحك يا ايه. والله يا بنتي سيبي افكاري، انت داخله في دماغي وعارفه الافكار اللي انا بفكرها. ينفع الكلام ده؟ فكنت قايله لكم في مفاجات يا حبايب قلبي. كل فيديو بنزله لكم بيبقى فيه مفاجاه مختلفه، وفي بيبقى مفاجاه حلوه. طبعا ايه، بحب ارفه عن نفسي وادلع نفسي وادلع شقتي وادلع بيتي وادلع ولادي واقعدهم في مكان حلو في حته نظيفه. عيشوا يا حبايب قلبي، اللي نفسكم فيه اعملوه. يا عالم الاعمار بيد الله. افرحي والبسي وكلي واشربي ونضفي على قد اللي عندك وعلى قد ظروفك. محدش بيقول لك كلفي فوق طاقتك، ممكن حاجه بسيطه وتفرح. فانا واخداها قاعده كده بيني وبين نفسي من نهار ما اتجوزت. ابو محمد عايش ولادي في مكان نظيف وفي حته نظيفه، ويلبسوا احسن لبس وياكلوا احسن اكل ويعيشوا في احلى عيشه، وبعد كده يحلها الحلين. كانت امي تقول ايه؟ امشي معرش ولا تمشي مكرش. يعني ايه؟ امشي شكلك نظيف، بيتك نظيف، حتتك نظيفه، لبسك نظيف. اما الاكل لو كلت عيش ودقه ما حدش شايفك انت واكله ايه. فانا واخداها السياسه ديت، وطبعا الناس الكبيره مالهاش بعد كده. فانا عملت لكم الروتين بتاع الشقه، قسمتها لكم على نصين. عملت لكم المطبخ طبعا واوضه النوم بتاعتي نظفتها وكل حاجه، وخلصت لكم الاوض وخلصت لكم الصاله. الدور والباقي على ايه بقى؟ على الركنه. تعالوا بقى شوفوا المفاجاه الكبرى. المفاجاه الكبرى، بس حطوا لايك للاول وحطوا كومنتاتكم الحلوه، الله يسعدكم. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. غمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه. المفاجأة الكبرى. المفاجأة الكبرى. محمد عمال يسهر معايا في الفيديو. المفاجأة الكبرى طبعا ديت كنت بقول لكم استنوا المفاجآت، وبنجهز البيت للمفاجآت الحلوة بتاعت الاحتفال بتاع نص مليون. فاحنا بنجتهد اهو عشان انتوا كمان تجتهدوا معانا. زي ما انتوا شايفين المفاجأة الكبرى، اظن ما كنتوش متوقعين. بس انت يا آية ما اعرفش انت فيك ايه يا بنت، عليكي شيخ ولا مخويه ولا ايه؟ انت داخله اقسم بالله ما حد يعرف بالمفاجاه دي خالص، ولا حد يعرف اي حاجه. انت بتعرفي. هي قالت عن المفاجاه. والله هي اللي قايله عليها من وكانت قايله برضه على دي، وكانت قايله على كل. اي والله من شهر تقول لي غيري. فالنهارده قررنا بقى وخلاص. احنا مش قررنا، احنا خلاص نفذنا. جبنا صالون يا جدعان، جبنا صالون يا جدعان، جبنا صالون. عقبال عزالك يا كبدوم، يا رب عقبال عزالك، وافرح بيك وتفرح وتتهنى واشوفك احسن واحد في الدنيا انت واخواتك واولاد السامعين يا رب العالمين. ايه رايكم في المفاجاه؟ اظن مفاجاه ما كنتوش متوقعين. انا رحت قبضت من 3 ايام، قلنا نعمل حاجه، قلنا كفايه على شقه محمد كده على ما يجي الجو. كنت مدلع نفسي، زهقنا من الركنه. فابو محمد قام قايل لي تعالي يا زاهيه هنعمل ايه؟ خدنا الولاد ورحنا على دمياط، جبنا الركن الصالون وجينا. ادلع نفسي. الركنه لسه الركنه معلقه معاك. الصالون ان ما كنتش انا ادلع نفسي، مين اللي هيدلعني؟ ايوه ادلع نفسي كده واعيش في حته نظيفه، واللي نفسي فيها اعمله. فالحمد لله ربنا يا رب يجعل عندنا الخير دايما ونعمل اللي نفسنا فيه. آمين. طبعا وشفتوا بقى المفاجاه الكبرى، وفي مفاجاه كمان اهي. ايه رايكم؟ هعمل لكم ستايل مختلف خالص والجديد شديد عندي زوز. هنعمل ايه بقى يا ولادي الاول؟ هنعمل ايه يا محمد؟ هنكنس. هنفتح الصالون الاول وبعدين نكنس. ايوه عشان وبعدها نمسح. وبعدين نرصه. ايوه السجاده الاول. لا السجاده امتى؟ بعد ما نشتري الورق وننضف الحته. السجاده في الاخر، وبعدها نفرش البتاع. بعدها هنظبط بقى. هات لي المقص يا يوسف بسرعه. هلا مش يصبح على الحبايب. السلام عليكم حبايبي.
ولا يا ولد امسك الشجر. طلعها بره. يلا مرويه. ايوه بقول لك انا تقف في الزاويه ده يا يوسف عشان تجيب كل. يلا خلاص الشال معايا كده. شال يا محمد انت وحسام طلعوا بره في الصاله عشان نوسع بس عشان نعرف نوسع حاجه. بس بقول لكم ايه رايكم بقى في ذوقنا؟ احنا كلنا متفقين على الذوق بتاعك. انت حبيبي انت حبيبي. ما هو يعني انت اللي بتخش على المواقع وتتدور وتشوف، انت بقى بترسم للعيد. قولوا بسم الله انتوا هتشوفوا. بسم الله سموا كده، قولوا بسم الله ما شاء الله، ما تدومش ظهرك يا حسين عشان ما يشوفوش. قولوا بسم الله ما شاء الله. هي باينة. بسم الله ما شاء الله. قولوا بسم الله ما شاء الله. قولوا بسم الله ما شاء الله. شايفين الواحد ما بيموتش ديت نفس الشكل، بتحس نفس الشكل ده. لا الواحد ما بيموتش هو نفسه في حاجه، والله العظيم والله العظيم الواحد ما بيموت نفسه في حاجه، والحمد لله الحمد لله كل حاجه الواحد كان بيحلم بيها ربنا بيحققها له. والله ده بيبقى كرم من عند ربنا كبير قوي 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 قوي. فالحمد لله على كرمه وعلى عطاياه وعلى رزقه لينا وعلى وقفته جنبنا ربنا وطبطبته على قلوبنا. والله ربنا حنين قوي قوي قوي. قولي يا رب قولك على ربنا والله ما هتخسري ابدا. طول ما بنقول يا رب ما هيشمتش فيكي عبد ابدا. النهارده هيبقى الفيديو كله في الصالون، مش هنعمل حاجه تانية. دي الكبيره يا محمد؟ لا صغيره. نيلها كده. وشوفوا احنا متعمدين بقى نجيب نفس الالوان اللي في الستاره والمخده برضه. اللي في الستاره وفي البرقع. ليه بقى؟ قلت لهم لا انا مش مغيره ستاير بقى ولا مغيره حاجه كده. حلوه قوي. اختياراتي منوره. لا مش مدمره يا عم، ده منوره حياتي اهي. ولا يا حوس؟ بس طبعا هقول لكم على حاجه، يمكن الحاجه اللي الولاد معترضين عليها اللي تعالى كده يا حسام، تعالى يا يوسف. لما احنا كنا حاطين الركنه فتحس ان دي لون ودي لون، تمام؟ دي لون والحيطه لون. بس بصراحه احنا ما عادش فينا حل نعمل حاجه. فمحمد كان معترض، قلت له لما نيجي نشطب الشقه بتاعتك التشطيب الاخير نبقى ندي دي لها لون، تبقى كلها سواد بعضها. طبعا لما بكون حاطه ركنه ولا كنبه ولا حاجه بتاخد لون من الديره هنا، فهتلاقي الحيطه لون وده لون، ما يجراش حاجه. لما نيجي بقى في تشطيب شقه محمد، لان محمد شقته لسه ما اتشطبتش، نعمل ايه بقى؟ نديها لون. اغاني ماشي يا قلبي. يلا اغسلوا رجليكم. الله الله، ايه الحلاوه، ايه الجمال ده، ايه ايوه. ما تزنقهاش في الحيطه، ما تزنقش في الحيطه خالص. ايوه شيل جامدك شويه. استنى بقى نجيب ايه تاني يا ولاد؟ استنى شوف. يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجي نزور يا بابا. الله انشكاح انشكاح. بقى عشان احنا كنا منضفين الركنه، ولما اشتريتها نضفتها برضو وخليتها زي الفل. هتلاقوا كل حاجه زي الفل زي الفل. ادعوا لنا كده ان ربنا ييسر لنا الحال ويهدي لنا الحال ويبعد عننا شياطين الانس والجن ويكبر خواطرنا ويستر ولادنا ويخليكم ما نتحرمش منكم يا احلى متابعين في الدنيا. متابعين زاهيه بصراحه، يعني بجد بجد حاجه كده ما شاء الله. ربنا يخليكم ليا يا رب. امين يا رب. يا رب. انت لسه تعبان يا حسين محمد دول صح وصوتك لسه متغير. يلا يا بابا انقل الكنبه يا بابا. يلا يلا انقل الكنبه انت واخوك. يلا. اي اكسسوارات كنا بنجيبها حسام الله يبارك له كان بيجي معانا الترابيزه. طب انا كنت ببقى معاك. انت حبيبي انت حبيبي. ما اصل ماما كل يوم كانت بتاخدني معاها في مشوار. ايوه نسيتك بقى، ما انت كنت بتقوم بالدور هنا وكنت بتشوف شغل البيت على ما نيجي. حصل والله. اطلع انت. لا وسطناها كده عشان بقيه الكراسي تتحط. مش هما لسه 4؟ اه هنحطهم فين بقى؟ شيل دي يا كده يا محمد. كده فينا كرسي.
ايوه تحط ماشي هنا كرسي. ماشي. وعندك كده كده تحط هنا عندك كده كرسي. طب يلا ظبطوا كده، يلا ظبطوا. ولا تحط هنا كرسي. طب ظبطوا يا بابا، يلا يلا. يكون ان ايه يا واد يا يوسف. حبيبي وحشوني تعالوا مطرحكم لسه حلو. جايبين لي بكرة. طب والله العظيم كويس ان هم جايبين بكرة. نسوها. ما يبالك. وسختوها موسخينها. حاسب يا كبدو. ده الفوتيه. دي الفوتيه. طب انا هقول لكم على فكرة. ما احنا نجيب الكرسي الكنبه دهيت هنا ونحط الفوتيه هنا وفوتيه هنا والجزء الكراسي نوزعهم هنا. بس تعالوا نجرب كده. احنا هنفضل نجرب لحد الشكل النهائي ما يظبط ايه معانا. يا بابا الفتله ايه؟ استنى يا بابا. انتوا هتعملوا ايه بقى؟ ده كرسي. ده كرسي. ده كرسي ودي ظهره. في واحد تاني الظهر بتاعه مشغول. ده الفوتيه. اللي هو ده. ده هو اللي ظهره برضه. شايفين؟ كل حاجه مختلفه عن الثانيه. ده يبقى بيبان، ده بيبقى ظهره باين. هو عشان الفوتيه. دي صح؟ كرسي. طب نعمل ايه بقى؟ هتعملوا ايه؟ في كرسي التاني كده يا حسام؟ عاوز تتنفض؟ اجيب حاجه انفضه؟ استنى اجيب حاجه انفضه. هو لسه جاي. يا عم الحاج لازم ننفضه، امال ايه؟ لازم انا انضفه. يا ربنا حاسب يا يوسف. دوت على فكره بيتحط بيبقى ظهر ده باين. طبعا لا مش شرط، ما الاثنين ضروري حاجه. ده اللي بنلاقي هنا جوه. هنا عكس. بس هنا برضه حلو، كان الجيب ده حلو. ويقوم على الفوتيه خد. على فكره دول بتوعهم ده لا بتاعتها والله. ازاي؟ بتاعتها والله انا شايفاها ان هي كده كانت في المعرض. ده اتخبطت صوابعي. صوابعيني. صح واقفين؟ ده ابو محمد. ما احناش عايزين النهارده كده. مش عايزين النهارده. اطلع بره خلاص. انتوا بتصوروا ما هو. لا ما احناش عايزين النهارده. انت جاي بعد ما خلصنا وفكنا الورق والله وكتبنا الكتاب وعلينا الجواب. طب مش بقول لكم استنوا. يعني انت ما بتجيش الا من كل حاجه. انا في مشوار مهم. مشوار مهم. مشوار استنوا ما اجي. مش عايزين النهارده ولا عايزين؟ تعال جاي خش. بيتك ومطرحك. ينفع كده يا اولاد؟ بيتك ومطرحك يا عيني. صلى على سيدنا محمد. عليه الصلاه ايه والسلام. الحلاوه اللهم صل على النبي. انا مرضي. ايش يا كده يا الله اولاد؟ يرضي نفسي. في حاجه كده. اوعى تفكر تجيب عروسه جديده. مين اللي قال كده؟ اهو بجدد لكم كل بالله لسه هيفكر هي تحت. العروسه. هو كان في. يعني انت كنت انا قايل له هنفرش وهاتها وتعالى. ده الواد ده انت جايب بخساره على ضمك يا ولد. لا كده. اخرتها ماشي. اول ما بعت بيه على طول كده. احنا بقى بنظبط كده. انا كنت واحد من الناس ضد فكره الصالون. كنت بحب الانتريات عن الصالون. انت كنت شاري انت وساري تقول لك عايزين صالون تقول لها لا نجيب انتريه نجيب صالون. انا 100% دلوقتي. لا تحس ان في ذوق كده. لا بس صراحه هي اوحش حاجه عندنا هنا يا اولاد ايه؟ ان الصالون فيه فتح كتير. هو حلو يا اولاد. لا والله يعني الباب ده لو هو على انتوا بتعيبوا على شغلي. لو باب يعني مثلا لو كده الباب مقفول كنت هتستغل الفكره. ما ينفعش اجي ضيف. لا قول مثلا والله يا اخويا كان زمان غير واحد زمان ده كان زمان. قولي زمان نرجع يا زمان. ينفع يا اولاد؟ لا ادخل الضيف مثلا من الصاله كده اقول له تعالى اوريني. ولا يجي لوحده في الستاره مقفوله.
هو كده فانتاستيك استيك أوي. احنا لسه ما خلصناش بقى، هنشتري كل ده تاني ونحط السجاده علشان نظبط الدنيا. حلو البتاع دي. حلو ده والله جميل. شكل اللبوس. دي شكل البضع يعني لسه الانتيك الاثنين الصغيرين لسه صح؟ لسه الانتيك. لسه ما خلصتش. عارف الانتيك؟ شفت ده؟ صور ده شكل ده احنا احترنا. ده انا اخترت انا وحسام على ما اخترنا. قعدنا نشوف. ده شكله ملائم مع لقينا المحل كله ما لقناش. بس دي اخر حاجه رسينا عليه، ايه رايكم هو في قام وريها له طلع حلو، بس انا كنت مقلق من شكلها. عشان احنا ما نعرفش، احنا ما جربناش حاجه زي دي قبل كده. يعني عرفتوا بتاع اللي هو معلقنا بقى الدروع بتاع سيد صغير. شلتهم؟ سيد صناعي. ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى نجيب السجاده ونمسح بقى. طلعت بره شويه جميله جميله. ايه رايكم بقى؟ لا والبتاع تاني بس ده اللي مضايقاني، الحته دي وده الصوف. ما يجراش حاجه، هي الحاجه الفاتحه كده. معروض. الحاجه الفاتحه كده، هو ده اللي كان معروض؟ ده اللي كان في العرض؟ اللي احنا شاريينه. اللي كان ولا كان عنده عينه؟ هو بناطيل. المقاس من تحت. هو هدوم صحيح. بيبقى حاطط اللي احيانا بتتفرج عليه بينزله لي. بينزله بتابع عليه. يعني اللي كان في المحل. زي اللي كان بابا قاعد على لك حلو انا هاخده، قام بقول لك لا انت بس قاعد بيبقى على بعته. اللي عجبنا الاولاني الثاني لسه متباع حال. قال لك لسه متباع دلوقتي. بس ده حلو، انا حبيت اجيب الالوان تمشي مع الستاير ومع الثاني كان في واحد شكل كده بس وواحد بنيات شوية. واحد شكل ده. انت كنت هتجيب على بني واللي ما عنديش هنا ستاير ولا انت جاي على بني. مش بني. لا كان على بني. لا على جماعه. كان في واحد تاني بقى كده مكاننا اللون ده. لا ما عجبنيش. قلت لك لا. لا ده كان الكرسيين الصغيرين، اما الالوان والله التانيين كان في كده حلوين. مكاننا الصغيره اللون ده. طب الكرسي ده يجي كده شويه. احنا لسه هنظبط يا عارف بعد ما نحط السجاده. وليه تيجي ناس بيتر بالظبط. احنا بس ولسه في ترابيزات وحاجات هتتحط، احنا بس وده هيجي كده شويه. انت يا ما انا عارفه انت ما أنا قعدتش هحطها على تنحي دماغي. فينا مش وده هيجي كده شويه. طب ما يلا فيك الله يعافيك. زق يلا وظبط الدنيا. يلا تعالى نشيل عشان نحط السجاده. يلا يلا يا جماعه. يكون منظر العام بعد كده. نسيت بقى الحاجات. استنى بقى، يلا كده امسكه. شيلي بقى. يوسف جاب السجاده اهي. في ناس صغيرين. طب بس بقى هنسيب دي اقفل. ونشيل دي بس. اقفل بس الباب كده شويه. يا محمد. انت جاي في الاواخر، جاي بعد ما خلصنا فك الورق والخيط والبهدله. كنت في مشوار بقى. ماشي يا عم يا اشتغل ماشي يا عم. الظهر وجاي. لا سلامتك يا ابو محمد. انت هتشيل دي. عشان تفرش السجاده يا شيلها ولا فوق. بس السجاده كبيره على فكره. اكتر واحد متحمس الواد يوسف. لانه ولا عايز ينجز يقول لك يلا كل يوم. تلجنا يا ماما، تلجنا يا ماما. يلا افرش بقى. ايه رايكم بقى يا ولاد؟ بنحط السجاده. اظبطوا، احنا عندنا البيت هنا يا جماعه فيه ورب كده شويه، فهتلاقي السجاده كده. برضه بيعملوا في شغل. هو انت اللي عاملها بالمتر هنا؟ مش بيقاموا في شغل. على فكره لاقي السجاده في حته طويله وحته قصيره، هو بسبب ما ساب الحته المشوبره يعني. من شرب الخير. تاخدها قدام شويه مش هفهم ما تفرش كله. علشان بس الرجل بتاع الصالون يقدمك، واحده عليها السجاده وواحده لا. ما هو بسبب البتاع. يعني هنا فاضيه ايه؟ وهناك لازم. ممكن ترجعوا دي شويه، ترجعوا الصالون يمة ابوك ده شويه وتجيب ده من هنا الناحيه دي شويه. اي انت العكس، تزقها لجوه يا ابو محمد وهو يجيبها للناحيه دي. لا في عندك اهو. يابا هات له شويه وانا هجيب له شويه. هو ده اللي هجيب عشان تظبط. اما هنا لازقه وهنا واسعه. ايوه. هيبقى العكس ازاي؟ ما انا بقول لك خلي ابوك يلزق اللي عنده في الحيطه وجيب انت الناحيه دي بره. حبيبي قال لي ما هي هنا لازقه. طب خلاص ماشي، انا اسف. نجيبها هنا. هو احنا بنقول ايه؟ اسفه يا باشا. عاوز ايه يا حمود؟ هي بتقول لي هنا واسعه هو هنا اللي واسعه. هنا اللي واسعه وهنا اللي لازقه. هنا لازقه كده. ايوه كاد. انا خليها في الحلقه اكتر من كده. لا خلاص. طب اتكوا بقى ايه؟ جرب كده. جرب ايه؟ هنطلعها هنا وزنوها من هنا. يا احنا عايزينها تيجي من الناحيه ونزنقها من عندك. هي وزنوها من هنا. خلاص هي عايزه تيجي الناحيه دي هنا شويه علشان حتى رجلان الصالون تتحط عليه على السجاد. ايوه اعمل اي فرق كبير. اهي ايوه بس اهي اهي يلا اشتروا الكنبه بقى. برافو برافو برافو. برافو برافو برافو. عليها افضل الصلاه والسلام. عليها افضل الصلاه والسلام.
دي جماعتكم النهارده صعب ورا النهارده الكرسي. الله ينور الله ينور الله ينور. خليها بزاويه زي ابوك عامل ايه بزاويه يا حسين. ايوه فانتاستيك كده. استيك فانتاستيك. الو ايوه شيل المفاجأة الكبرى الثانية الترابيزات بقى. هو انا لازم اعمل الصالون اخر قلاجة. بس احلى حاجه ده جبنا دول اه يعني نفس الشكل تقريبا نفس الشكل مع انهم من مكان تاني. ما هو انا اتعمدت ان انا اجيب نفس اللون اهو، ما هي نفس اللون يعني حاجه كده احنا قعدنا ندور يا باشا. ما كنت انا وحسام، مش بقول لكم حسام صاحب المهمات الشاقة بيبقى معايا، ويوسف بقى حبيب قلبي، ومحمد ابني بنعوزه في الازمات وفي الطوارئ. الله زياده وجوره ولا امال ايه بتحطوا على الترابيزات كده؟ فظاع مش لازم أن يكون الحاجه كامله العدد، لازما كده لازم. عندنا 5 وجوره دول في الزوايا كده. امال ايه يا عم؟ انت جايبه لها لمبه؟ لازم انا اعيشك في القصر الملكي. اللهم صل على لازم نشوف اخلي كل اللي نفسكم فيه نعمله. جايبه لمبه؟ بس امال ايه ايه؟ الحلاوه دي؟ امال ايه؟ جبت لمبه؟ لا ما جبناش، ما هنبقى نجيب لونات بقى بعدين يا كاف على اللمبه. اللمبه سهل. انا كنت بفكر انت تحط دولت مثلا هنا؟ لا يعني لا إيه؟ لا هنا كده لا يا حبيبي لا. او مثلا حد قاعد انت بتحط وبنقدم اللميع ديت على البتاع. بنقدم مثلا اي حاجه ما هماش دول، بتتحط حتى يشرب شاي ولا مش حاجه دول. هي جنبه مش دول كده. مش دول. امال الترابيزه دي فايدتها ايه؟ لا هي مش الترابيزة الترابيزات اللي في النص. الثانيه تقاطيع صغيره. انا جيت اسال على الثلاثه كانوا حلوه جدا، حلوين قوي بالرخامه ونفس اللون، كانوا ب 4000 جنيه. قلت له لا يا عم إيه؟ كفايه كده. تقطيع لا 3 بتحط الترابيزه، ممكن تحط الترابيزه هنا واربع ترابيزات تحت من بعض بالرخام. لما يجي لك هنا ضيف والترابيزه تنقلها بايدك كده. تنقل ترابيزه. اما دولت في الركنه زي ما انت شايفهم كده. المكان حلوه دي 4000 جنيه منين ما لا نشطها. كده تجيب بقى شطه مره القضيه الجايه بقى. كل قضيه نعمل حاجه، كل قضيه نعمل حاجه. الحمد لله كده احنا كنا فين وبنا فين. يعني الاباجورات يعني ما فضل بقى. لما هتشوفها بقى تشوف في الذوق الذوق. اهم من الاباجورات. انت ذوقك حلو. انا من كتر الضيوف مرضى فيها. معلش حاجه تكمل حاجه بقى. ما هو واحده واحده على فكره الصالون للاستقبال. واحده واحده يعني لازم الدنيا تتظبط. انا ما طبعا يلا هيجي لك حد تعرف انه غني. وصلنا للقطة الحاسمة وكده خلصنا الفيديو. وتعالوا بقى ايه سموا الله كده وقولوا بسم الله ما شاء الله وربنا يصلح حالكم ويكبر بخواطركم ويخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا. حطوا اللايك بقى وتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي للصالون بعد التجديد، وباخد منكم الافكار في التعليقات. ويا رب يا رب يا رب يكون ذوقي عاجبكم وتبقى الحاجه كده ايه دون الرضا. بسم الله يلا. اهو ده الصالون، ده السجاده اهي. ونيجي بقى ايه على الصالون زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا حطينا الكنبه هنا الوسط والكنبه الكبيره هناك في الوش، وحطينا الاتنين الفوتيه هنا واحد وهنا في الزاويه هنا واحد. ودي الترابيزه اهي بكل التفاصيل بتاعتها، حتى شايفين الترابيزه اهو. ودي كمان الكرسي. ايه رايك يا حمودي؟ شياكه 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 شياكه. ودي حطينا هنا الكرسي هنا. طبعا الطابلو ده بقى ايه رايكم؟ برضو تغيير كده. طبعا انا حبيت نجيب الصالون فيه من نفس الالوان بتاعه الستاير والبراقي علشان خلاص بقى كده تمام. هنا برضو ديت باب البلكونه زي ما انتوا عارفين اهو. مش بقول لكم خلينا على الهادي يا زبادي تطلعوا احلى شغل. طبعا زي ما انتوا شايفين الترابيزه التقطيع ديت اهي، وحطيت برضو ايه عليها الاباجوره دي فيها نفس الالوان برضو، وبرضو الاباجوره دي اهي هنا زي ما انتوا شايفين اهو. نيجي بقى ايه للمكتبه بتاعه التلفزيون. على المكتبه بتاعه التلفزيون
اقفل النور كده يا محمد، هوريهم حاجه. شايفين محمد طبعا هو اللي مظبط ايه المكتبه. شايفين بقى دي، ايه رايكم في دي؟ عيني، ايه رايك يا حمودي؟ لا انا عارفها. برضو ديت برضو شمع، ودي فواحه كده اهي. اي رجليا كده بقى يا حبايب قلبي. يبقى ايه الفيديو بتاعنا خلص. قولوا لي ايه رايكم، حطوا لايك للفيديو والكومنتات بتاعتكم بقى الحلوه الجميله اللي بتشجعنا. مبسوط، اخر انبساط، اخر شكاح. ربنا يا رب يبسطك دايما يا ابني يا رب، وعقبال يا رب ما نجيب لك حاجتك انت كمان يا حبيبي يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يلا حبايب قلبي، نشوفكم على خير والسلام عليكم.